صباح الخير البنات وصباح النور وصباح الرباح. اختي اليوم مشات نورهان للمدرسه. اشنو غادي ندير؟ انا يضرني الجوع، ما يمكنش غادي نبقى نتسنى فيها حتى ترجع عاد تصايب ليا الفطور. يا اختي انا تحسنت من الفطير، درت هنايا شويه ديال الخبز، هذا راه بلدي البنات، درت فيه زويته بلديه وغادي نسد عليه نسخنو. وهنايا بغيت شي حاجه جاريه غادي نطفي عليها، راه طابت. هنا شنو درت؟ هنا درت البلبوله بلديه ومعاها شويه ديال العدس الاحمر والبصله، ها هي طريفات زويته بلديه، وشويه ديال الذره، ديال السميده ديال الذره. صافي طابت، ما درت فيها لا حليب لا والو، غادي نديرها في زليفه غتسخن ليا خبيز. درت اتاي مسوس حتى هو، هي غادي نشرب واحد شويه باش نشرب الدواء، خصني ضروري نشرب الدواء. يمكن نورهان ما خارجه حتى ل 12 ونص، ما يمكنش نبقى انا نتسنى حتى ل 12 ونص. هذا تصايب ليا مسكينه الفطور، قلت اللهم نصايبو. وهذا حتى تجي نورهان، ودرت فيه الزعتر الا بغاتو نورهان تزيد فيه الحليب، انا ما درتش فيه الحليب، درت غير داك سميتو الخبيز كنسخن فيه. وهذا وكويس ديال اتاي مسوس. ايوا يا البنات ناري عرسو نضادري كي دايرين مضبين حالتهم حالة. وباش ديك نقلب ليهم على ديالهم، نورها مسكينه قلبات وما لقاتهاش، وانا نقول لها صافي بنتي بلا ما تبرزدي راسك معاها. تنحاول نديرهم حيت ضرني راسي وضروني عيني، كنحاول نديرهم مع التليفون ومع النهضرات واخا حتى في الدار. انا شديت اختي الركنه، انا شديت الفراش، ولكن راه اختكم راه ما قاداش، والله ما قاده. عرفتي الوقيته شتي انا من داك النوع اللي تنتحمل اكثر من الطاقه ديالي. تقولها ليا كاع اللي دايرين بيا عاد يعرفوني مزيان، تقولوا لي غادي تبقى حتى نتوما في التعاليق تقولوا لي غادي تبقاي توقفي وجاهده راسك بزاف، حتى نهار طيحي غادي تحشمي. وفعلا نيت عرفتو دابا في راسكم كنوض كنسخف كنطيح، كنوض تنسخف، صافي ما بقيتش قديت، والله ما قدرت البنات قسما بالله. نط اليوم بزز وريت لكم، درت هذيك الحسوه عرفتو جات على مزيناتها، دابا هذيك راه فطرت بها. والغدا راه ما درتش الغدا البنات حيت ما قدرتش نوض، ما نكذبش عليكم اختكم ما قدرتش تنوض. ونورها المسكينه جات من المدرسه كلات، طلعت واقيلا واش هبطات الحوايج ديال الصابون ولا شنو، وعدتها الفروض. راكم عارفين صحاب الاعدادي وداك الشيء عندهم من وراء العطله الفروض والامتحانات، ومشات مسكينه كتحفظ وصافي. وجابت ليا سميتو بنينه وبوعويد، انا واخا ما عنديش مع البوعويد جابتو ليا، قالت لي ماما كولي راه ما درت لك والو للغدا. شوفوا دابا باش تولي بنتك صغيره تقول لك ماما سمحي لي راه ما درتش لك الغدا، ماما راه ما درت لك الغدا. ونورها نعاود نامسينا الزحليقه تعقلوا عليها في الفيديوهات عاودنا مسينا الزحليقه تتقول لي واش بابا غادي يجي يدور معايا، بابا غيجي يعطيني التربيه اللي نورها صغيره وباقا صغيره النيتر، واخا سميتو واخا تبارك الله ما شاء الله كتبان لكم باقا نيه باقا صغيره باقا. وهي دابا ولات هي اللي هازاني شفتوا علاش تيقول لكم ولد واخا تكوني هارب والله العظيم تيقول لك ولد واخا يكون ما عرفتش شنو، لان فاش كتكبري ولا فاش كتمرضي ولا شكون اللي كتلقاي في الاول في الاخره وليدات. كل واحد عنده مسؤوليته، وكل واحد عنده زمانه، وكل واحد عنده وليداته
كل واحد وظروفه، وفي الاول وفي الاخر تلقاي وليداتك اللي تيحصلوا معاك. نادا راه سالته، نادا بلا ما نجبدها ليكم. انا راه شفت البعويده وتفكرت نادا، نويده تتموت على البعويد. مسكينه القبيله كتصوني عليا وانا مع تنطلع لهنا للبيت وكيطفى ليا الكونيكسيون، وهي تخلع عليا قالت لي ماما فينك اش كديري؟ صافي وليت كنخلعها. ماما فينك اش كديري؟ صورت عليا ابيل عاديه. قلت لها بنتي راه متكيه انا في بيتك، راه عا الكونيكسيون حيت ملي نادا ولات دارها بوحدها. اختكم شنو دارت؟ حيدت الويفي اللي كان عندي، داك الفورفي فين ما كنمشي كنديه معايا، حيدتو بلا باري ديالو بكلشي وديتو درتو لها هي في دارها. وانايا درت داك ديال 100 درهم مع الناس، تشاركت معاهم. انايا عندي لتحت، الا كنت لتحت كيكون عندي الكونيكسيون، طلعت للفوق تيتحيد ليا. ومع ذلك ماشي مشكل، راكم عارفين حنايا الامهات فاش الامهات كنحيدوها من راسنا وكنعطيوها لوليداتنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الله يخليني ليهم يا ربي، الله يطول ليا في العمر. وبغيت نقول لدوك اللي تيتشمتوا، اللي تشفيت بلا المرض راه ديال الله سبحانه وتعالى ماشي ديال العبد، واللي تشفيت بلا وماشي المرض اللي كيقتل. والموت ماشي بيديكم، الموت بيد الله سبحانه وتعالى. وإلا كان الله سبحانه وتعالى غادي يديني فغادي يديني وهو راضي عليا، الحمد لله، اللهم لك الحمد. مرضيه مع والديا، مرضيه مع الله سبحانه وتعالى، مرضيه مع راجل الله يرحمه قبل ما يموت تيدعى معايا وتيقول لي هاد الدعاوى اللي كندعى معاك يجريو معاك ومع ولادك ان شاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. مرضيه مع بناتي وبناتي فخورات بيا. يعني دوك اللي تيبقاو يهضروا راه كلشي كيوصل الكلام الخايب قبل من الكلام الزوين. ومازال ان شاء الله ربي غادي يطول ليا في العمر وغادي نتشافى باذن الرحمن، والدعاوي ديالكم المتتبعات معايا مازال غادي نتشافى ان شاء الله، وغادي نرجع بصحيحتي بحال الاول وحسن ان شاء الله. وغادي نوصل هذوك جوج بنات عبد الرحيم، غادي نوصلهم ان شاء الله لاعلى المراتب، اللي يولي يشوفهم بنادم ويقول تبارك الله ما شاء الله. هادو غير مرا وصلاتهم، على عكس شي وحدين اللي مضاربين عليهم رجال وعيالات وكل شيء، وفي الاخر راهم خاويين كيدوروا في الزناقي. شي بنات صباح ان شاء الله غادي يوصلوا لاعلى المراتب. والمرض ديال الله سبحانه وتعالى ماشي ديال العبد. وسيدي ربي الا عطانا شي ابتلاء ولا شي حاجه حنا غاديين، ما يمكنش. انا اللي في الاعتقاد ديالي، واللي غادي تا نتوما المتتبعات ديالي غادي تكونوا عندكم نفس الراي ديالي. الحياه كنعيشوها بالحلو ديالها وبالمر ديالها. الا ما كانش عندنا الابتلاءات وكانوا عندنا الصعوبات وكانوا عندنا الامتحانات في الحياه كتكون باسله. الا ما كانش الابتلاء ما كاينش الطعم ديال الشفاء وديال الحلاوه ديال النجاح وديال الحياه. انا كنقول ان دوك الناس اللي عايشين غير هكاك، ما عندهم لا ابتلاءات، لا امراض، لا طلعات وهبطات في حياتهم، لا مشاكل لا والو، في حياتهم ممله للغايه. والله سبحانه وتعالى شكون اللي كيبتالي العبد اللي عزيز عليه، وكيعطي الصعوبات في الحياه، وكيعطي المشاكل وكيعطي العقبات لمن الناس اللي قرابين ليه، باش يشوف درجه الامتحان ديالو، درجه الصبر ديال العباد ديالو، ودرجه الايمان ديال العباد ديالو. والعبد اللي كيكون كيكافحوا العبد المؤمن والقوي خير من العبد الضعيف. فبنادم اللي كيبقى يهضر كنقول ليه مازال
حنايا راه غاديين في الحياه وكنتمتحنوا وفي الحياه، والحمد لله سيدي ربي كيخفف علينا وفي الحياه وغاديين هكاك تنتقربوا الله سبحانه وتعالى. اما بنادم اللي غير جالس تيضل منشور النهار كامل كيدي في الذنوب ديال عباد الله، كياكل رزق عباد الله، ما كيخلي ما كيدير، ما كيعطي الله سبحانه وتعالى لا امتحان في الحياه لا والو، هذاك العاقبه ديالو ان شاء الله غادي يشهدوا فيها كاع الناس ان شاء الله. فبنادم كيبقى يهضر 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 يهضر، سبحان الله العلي العظيم، والله العلي العظيم الا من نهار حيد عبد الرحيم، لانني انا كنت كنحسب راسي انا كنت بحال شي وحده مغلفه على الدنيا. كاع العيالات اللي كيكونوا عندهم رجالتهم وكيكونوا ربات بيوت، ما كيكون عندهم علاقات بزاف، ما كيكون عندهم خدمه، ما كيكون عندهم، تيكونوا بحال تيكونوا في شي كوكب بوحدهم. نهار كيتحيد عليك الراجل ولا كتخرجي للحياه كتبداي غاديه وكتعرفي، غاديه وكتفهمي، غاديه وكتصدمي في عباد الله، غاديه وكتزيد المعرفه ديالك في الدنيا، وغاديه وكتصدمي في الناس. من نهار خرجت لهاد الحياه هادي وليت انا خدامه وليت هازه بنيتاتي وكنكافح عليهم وداكشي، وانا كل مره كنقول الله يا سيدي يا ربي الله، واش هاد الكائنات هادو موجودين في الحياه وحنايا ما رادين ليهم اخبار؟ وحق الله الحمد لله على القلب ديالنا اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على الضمير ديالنا، والحمد لله على التفكير ديالي، الحمد لله والشكر لله. فبنادم غتتصور بان بنادم يتمنى لك الموت ويقول باقا ما ماتتش، دارت العمليه علاش فاقت من البنج، كان عليها تموت، بغيت ليها وبغيت ليها. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. واحلى هنا شتو، واحلى البنادم هنا ومازال غنوحل ليه باذن الله سبحانه وتعالى، ومازال غادي نوض بصحيحتي ان شاء الله. وانا الحمد لله اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر لله سيدي ربي. واخا عطاني المرض عطاني واحد القوه اللي الحمد لله، كاين اللي كيضربو غير البرد ما كيقدرش عليه، اما انا باش دوزي 16 حصه ديال شيميوثيرابي وتبقاي واقفه على رجيلاتك وضاحكه وناشطه وكتصوري فيديوهات كل نهار وعاطيه لبناتك الطاقه الايجابيه. انا اهم حاجه في هذا المرض عندي هو النفسيه ديال بناتي اللي ما تهزاتش ليهم. شتي الخسر اللي خسرت، شتي لو كان خسرت الدار كامله ما عنديش غرض، الفلوس حنا اللي كنديروهم ماشي هما اللي كيديروها. انا اهم حاجه عندي هو صحه بنياتي وسلامتهم النفسيه، هو انهم تيقراو على راسهم وما تاثروش بالمرض ديالي وما تاثروش بالظروف اللي دزنا منها وما تاثروا حتى شي حاجه. هذا هو اهم نجاح عندي في الحياه، اهم انني ننجح نتغلب على المرض ولا شي حاجه هو بنياتي، وان الله سبحانه وتعالى غادي نتغلب على المرض، غادي ندير حفله الشفاء ان شاء الله يا ربي. والله يغلبني على العديان يا ربي، يا ربي البنات دعاو معايا يا ربي. والله ما عرفت واش واش نحارب المرض ولا نحارب الجهل ديال بنادم، واش تحاربي مع السرطان ولا تحاربي مع عباد الله اللي مسطيه في عقلهم اللي جالسين ما صايبين والو، غادي يعمروا براد ديالاتي ويشدوا بك الهضره ويشدوا بك التعاون ويجلسوا يدعيو. دعاويكم ما كتوصلناش ان شاء الله وما توصلناش وغتضرب في العارضه وترجع ليكم، غير كونوا هانيين والله. المهم راكم فاهمين المتتبعات ديالي ياكم، عارفين واش دعيوه ديال الخير. الله يرحم لكم الوالدين، دعوا معايا شي دعوه ديال الخير، يا ربي الله يشافيني والله يعافيني والله يقويني والله يغلبني على عدياني ان شاء الله يا رب العالمين. المهم البنات الله يعطيكم الستر. بغيت نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه لايدي. شحال من وحده لقيتها كاتبه ليا في التعاليق، انا باقا يلاه صيفط مع ما عنديش الصولد،
واش غيشوفوا لي الميساج ديالي ولا لا. عندي اليوم كونترول، خاصني نمشي عند الطبيب. نتوما عارفين خاص يتحيد التيو، خاص شحال من حاجه. وما قاداش نوض، كدبش عليكم، ما قاداش نوض. تنحس براسي واحد العيا. انا صيفط ليهم باش نشوف، سولتهم الا كان ممكن ما نمشيش اليوم حتى الغدا ان شاء الله، اولا بعد غدا عاد نمشي تنحس براسي بخير، عاد نمشي باش يشوفني الطبيب، يبدل لي الفاصمه ويحيد لي التيو وداكشي. حيت انا ما كان نداويش راسي، حتى كنمشي عند الطبيب عاد هما كيداويو ليا. غير هو بالنسبه لايدي، انا قبل ما نمشي عند الطبيب ونسولو، انا تنسولكم نتوما، حيت الطبيب قال لي واخا بلاتي يعني حتى تتولي شويه عاد سيري ديري الترويض. لقيت في التعاليق عندكم البنات كيكتبوا لي لا صراحه ما خصكش ديري الترويض، لان الترويض كيديروه غير اللي محيدين الثدي. الترويض ما عندوش علاقه بالثدي، الترويض كيدار لان كنحيدوا الغدد اللمفاويه. هاد هنا في الباط الولسيسات اللي كيكونوا، انا راه ديجا راهم مقيوسين ليا، وكنت درت البيوبسي ولقيت بانهم مقيوسين ليا. واخا في الاول في لي غام وفي داكشي ما كانوش كيبانوا ليا انهم منفوخين، كانوا كيبانوا غير جات لي واحد شويه، ما كانوش منفوخين ليا بزاف. ولكن فاش درت البيوبسي لقيت بان مقيوسين ليا الغدد اللمفاويه، والطبيب راه حيد ليا الغدد اللمفاويه. راه قلتها لكم، قلت لكم راه حيد ليا الغدد اللمفاويه، وصيفطهم ندير لهم البيوبسي. يعني راه حطيتهم في المختبر يديروا لهم التشريح نشوفوهم. باقي ما خرجتش ليا النتيجه، فاش غتخرج النتيجه غادي نشاركها معكم. الترويض كيدار للايد لان كيتحيدوا الغدد اللمفاويه، ماشي حيت محيده البزوله ولا ما محيداش البزوله، ولا يعني ما عندهم حتى شي علاقه. اي وحده دارت العمليه سواء حيدت ولسيسه من البزوله بلاصه ولسيسه، سواء حيدت البزوله كامله، سواء المهم عندهم علاقه بالغدد اللمفاويه اللي كيكونوا تحت الباط. يعني اي وحده حيدات شي غده لمفاويه او لا غدد لمفاويه او لا من تحت الباط، فراه ضروري الترويض، لان هاد الغدد اللمفاويه هادو هما المسؤولين على الايد، هما اللي كيصفيو الدم، كيصفيو البلازما، كيصفيو اللي كتمشي، اللي كيمشي لنا السوائل اللي كيمشيو لينا اليد. علاش الا تقول لك الا ما درتيش الترويض او لا ما حركتيش يدك او لا من بعد العمليه كيولي عندك صعوبه وكتنفخ لك يدك. علاش الطبيب كيعطيك دوك الحركات؟ بحال انا الدكتور زكريا اشنو عاطيني اللي وراني، تقول لي تبقاي ديري في الحيط بحال ما كنت طلعي حتى تتولي يدك هادي بحال يدك هادي كيف ما كتهزيها عاديه، وتبقاي ديري بحال ما هكا وسميتو. علاش؟ لان باش الايد ديالك تولف لك هذوك الحركات، باش الايد ديالك تولف لك الحركات وما تبقاش غير ناعس. لان كاينه اللي كتبقى غير دايره ايديها بحال ما هكاها، صافي راني درت العمليه صافي ما نحركش ايدي. ولكن ملي كتجي كتبغي تحركها كيولي عندها صعوبه، وتقدري الا هزيتي بها تقول بزاف او لا شي حاجه كتنفخ. وإلا تنفخت راه عرفتو، الا قلبتو في اليوتيوب ولا شي حاجه كتلقاو راه الايد كتولي مبطبطه قد هكا، وكتكون صعوبه باش ان داك النفخ ما يبقاش لك في ايدك. داكشي علاش بنسولكم البنات اللي بداو الترويض من بعد العمليه، واش بديتوه مباشره يعني في خلال الوقيته ديال الغاديوثيرابي، او لا حتى فوتوا الغاديوثيرابي، او لا نتوما كديروا حركات في الدار قبل ما بديتوا الترويض، او لا اكتفيتوا غير بحركات في الدار. المهم حتى تقولوا لي البنات اللي يعني البنات اللي سبق ليهم وداروا هاد التجربه. لان في السونتر ديال الترويض كيديروا لك واحد الالات وكيبقاو يماسيو ليك، كيعلموك حركات، كيديروا لك سميتو باش كيوليو هاد السوائل هادو كيزيدوا. انا نورهان ما غاديش تعرف، واصلا نورهان يعني مسكينه كدير شحال من حاجه في الدار باش نزيد عليها. خصني ضروري انايا الترويض الايدي باش نعرف كيفاش نتعامل معاها.
باش ما يوقعوش ليا شي مضاعفات. اما دابا في الدار كنحاول كنحركها، كندير بها شحال من حاجه، ما كنخليهاش انا دايره هكا. وهذه هي الحاجه اللي فيا زوينه، هو ان كنحاول الجسم ديالي يستجب للعلاج، وانني الجسم ديالي يكون مؤهل لاي حاجه. يعني ما يمكنش انا صافي درت العمليه نبقى دايره بحال ما هكاها. هو واخا بعض المرات تنجهد على راسي، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. المهم دعوا معايا البنات، يا ربي الله يجيب الشفاء للجميع، الله يشافيني ويعافيني، والله يشافيكم ويعافيكم ويشافي جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ودعوا معايا البنات، لأن الدعوة ديال 40 واحد مستجابة. الله يغلبني على من عاداني يا ربي، الله يبعد علينا ولاد الحرام وبنات الحرام اللي دايرين بينا، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق يا رب العالمين. يلا كويدات ديالي، تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم، باي باي.